اخواتي بحبكم قوي. النهارده عملنا ايس كريم. بصوا شكله اصلا بعد ما طلع بكنتالوب وعسل ابيض من غير مواد حافظه، حاجه الاطفال كلها بتحبها واحنا كمان بنحبها، ولو عندنا ضيوف ولا حاجه ممكن نقدمها بالشكل ده. ممكن نزود عليها فاكهه، ممكن نحط عليها كريمه اضافات تانية، بس حاجه في البيت. الكنتالوب بسعر حلو جدا. يلا تعالوا نشوف الطريقه مع بعض. بحبيكم اخواتي وصحابي، بحبيكم قوي، وحشتوني. النهارده هنعمل مع بعض ايس كريم. بصوا جايبين مع بعض هنعمله في بيتي وحاجه فريش. طبعا كل الاطفال بتحب الايس كريم واحنا قبليهم. جبنا كنتالوب، في ناس بتقول عليه شمام وفي ناس بتقول عليه شهد. ومعانا عسل ابيض. دي المكونات بتاعته. الحاجه دي طبعا اللي هي القلب بتاعه اللي احنا بنرميها. لا، احنا مش هنرميها، احنا هنضيفها كده في الخلاط بالطريقه دي. بعد كده هنضيف عليها العسل كده. بصوا يا جماعه، ده القلب خلاص. بعد ما احنا القلب بالبذر بكل حاجه وبالعسل ضربناهم في الخلاط، وهنبتدي نصفيهم بالطريقه دي كده. ده يبقى ايس كريم من غير مواد حافظه. الكنتالوب اصلا دلوقتي مالي السوق بسعر كويس جدا، وفي نفس الوقت بنضيف للاطفال ولينا احنا حاجه صحيه. انا ما ضربتهاش قوي عشان بحب القطع اصلا. احنا عملنا الايس كريم اهو بالكنتالوب. ممكن نعمله باي فاكهه وعسل ابيض بس، وبنحطه في الفريزر. انا عشان ما اضيفش عليه ميه عشان اعرف اضرب الكنتالوب في الخلاط، ضربت القلب بتاع الكنتالوب، ضربته بالعسل الاول وبعد كده صفيته، وابتديت ان انا اضرب الكنتالوب في الخلاط عشان يديني القوام ده، يعني ما يبقاش اخف من كده. طبعا احنا حاطين عسل على الوش، في ناس عايزه تقلبه. اول ما يطلع هوريهولكم. بسعر رخيص، مفيش مواد حافظه، حاطين عسل نحل. حاجه احنا بنحبها وفي نفس الوقت هتبقى في البيت وبسعر رخيص. بصوا ما شاء الله، رمت معايا قد ايه؟ رمت معايا كتير قوي. القوام بتاعها حلو. ما ضربتش في الخلاط قوي عشان خاطر وانا باكل الايس كريم بحب احس بطعم الفاكهه كده. يعني دي برضو حريه شخصيه. بحبكم قوي، وهوريكم النهايه.